اهلا وسهلا البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحيحه؟ كي دوزتوا نهاركم؟ ياك بخير؟ كي داز الصيام معاكم؟ واش كلشي مزيان؟ ياك ما تكونوا بحالي تا انايا فلي كيكون رمضان النهار الاول الثاني والثالث ما كنهضر مع حتى واحد. المهم البنات، باقي هذا الفيديو هذا صورته ليله قبل رمضان، يعني الغد اللي عاد رمضان. خرجت تقديت الماء تبقى اللي خاصني الصفوف، وتقديت شي حويجات، يعني شي حاجه قليله، اللحيمات، لا داند مقطعه ودجاج مقطع وصافي. المهم داك الحويجات اللي غنحتاجهم في ديك اليومين اليومين الاخرى. اليومين الاولى ديال رمضان. خديت الطبيسيل داير دوغي، عجبني، حتى هو لقيته داير 1 اورو. وهاد الاناناس خديتها حتى هي دايره 1 اورو. قلت اول مره غنشري هاد الاناناس، يعني ما مالفه كنشري داكشي اللي مقطع وكيكون كونسيرفي. وقزبر والمعدنوس راكم عارفين. هاد الدويمه البنات عرفتي شحال قلبت عليها في المغرب؟ كنت جبتها معايا العام اللي فات، ومني مشيت هاد العام قلبت عليها، حتى صاحبتي قالت لي انا قلبت عليها ما لقيتهاش. مرسوم فيها الطاجين ديال اللحم والبيض، هي مكعب ديال الزعفران. مني مشيت هاد المره البنات لقيت غير وحده اخرى فيها الدجاج محمر، مكعب ديال الزعفران، غير مغيرين وقيلا لومبالاج والله اعلم. المهم هذا كتحمقني. لقيتها حتى السوق، لقيتها عند واحد قال لي خذي 3 ب1 اورو، يعني 3 ب10، 10 دراهم. خديت ما عنده شي حاجه، المهم نخليها في الثلاجه. من بعد البنات وجدت الفلون باش غادي نتسحروا، حيت انا ما كنديرش السحور. من العشاء صافي، حتى راجلي ما كيبغيش ياكل، كيقول لك من الاحسن ما ناكلش باش ما يجينيش الجوع. وهي فعلا مجرباها، انا ما كنوضش للسحور، يعني ما كناكلش نهار اللي ناكل، نهار اللي يضرني الجوع ولا يجيني العطش. الفلون هو اللي كناكلو، ولا دانون ولا شي حاجه خفيفه. وتا الوليدات حتى هما غادي من بعد ما يتعشاو غادي ياكلوا حتى هما بحال راسهم غادي يتسحروا. وهادشي اللي كاين البنات. من وراها بصافي وجدت ديك السنيده، حيت ما بقاتش عندي، عمرت داك الحكيكات واش كيقولوا لي داك المقارونيه وال هذا اش كيقولوا لي، يا ربي يا ربي يا ربي، اللوبيا. اللوبيا الكارمه. قولي تحتاجي اللوبيا الكارمه في رمضان؟ لا انا ما كيعجبنيش، قراعي يبقاو خاوين. غير كتخوى كنعمر. المهم تبقى قدامي عامره، كنشوفها عامره، الوقت نحتاجها نلقاها، ماشي حتى نحتاجها نبقى نقلب ونهبط طلع وهذا. المهم ها طالعه من لاكاف، هزيت وحده عمرتها وخلاص. اللي بات تبقى درتو في واحد القريعه صغيره. من بعد البنات دابا انا داك النافع، لا ماشي النافع، الزنجلان اللي شريته انا راه كنشريه منقي وكنشريه محمر. انا مرة كنحمرو، مي هاد المره ما غاديش نحمرو، غادي غير نسخنو. يعني هو ديجا مقلي وكل شيء. داك البلدي صافي غادي حتى هو نسخنو ونطحنو في الطحانه. عرفتي كل عام كنقول غنشري طحانه تكون مزيانه، حيت كل عام كنختار هذوك الطحانات العاديه اللي كيكونوا عندي، كنطحن بهم، يا ما تحبس يا ما يعني يتهرسوا، الراس ديالهم كيتهرس. مي هاد المره غندير واحد الطحانه اللي انا تعجبت فيها بكل الصراحه. طحانه شراها لي راجلي ب10 اورو. عرفتي شناهي 10 اورو؟ يعني 100 درهم. هي اش نقول لكم، يعني عاديه، هي ديال مكتوب مرسوم فيها ديال الربيع، ديال البصله، ديال الخضر اللي بغيتي تقطعيهم هكا طيب طرونش. حتى هي قلت اجي نلوح هاد النافع واللوز ونشوف واش غادي زعما يطحنوا. المهم ما ديوش عليا، راكم عارفيني انا بعض المرات كتدخل وتخرج ليا الهضره، ما كنعرف كنمشي ليا الهضره. قلت لكم جربتها والله العظيم الا خرجت ليا داكشي من رفيع الرفيع. خرجت ليا اللوز يدمات وحتى ولا ليكيد. وحتى النافع بالحق ما طحنتوش بزاف، خليته طحين العادي وصافي. هنا البنات كما شفتوا انا شعلت البوطه باش ندير القرعه الاولى. القرعه الاولى فيها 420 غرام، يعني 420 غرام درتها على 2 المرات. ويعني في التوتال درت كيلو. داكشي علاش جبت العبار، عبرت كملت الكيلو وخليت الباقي في القرعه الاخرى، حطيته على اتساع، يعني نقدر نحتاجو شي حاجه اخرى. دابا كما شفتوا انا غير كنسخن صافي، غير نكمل السخان ندوز نطحنهم.
أما بالنسبة للدقيق باقا كنتسناه اللي صيفطته مازال في الباطو، حيت كيما شفتو كنت في المغرب الباكاج ثقيل، صيفطته في الباطو منهم الدقيق. ولكن الباكاج اللي كان عندي يعني السلعة اللي كانت عندي في الكونجيلاتور يعني بحال لي نيمس بحال المسمنات معمرين حتى هما جبتهم معايا، درتهم في الكونجيلاتور ومن بعد هزيتهم في الصاك عندي، يعني دغيا كتوصلي، ولكن كنديرهم في الساشي ديال الكونجيلاسيون باش يبقاو شادين داك البروده ديالهم ما يديكونجلاش. وفعلا ملي وصلت هنا كان البرد، يعني كان داك درجه الحراره نازله، يعني بقاو في الكوفر حتى وصلنا للدار دخلتهم باقيين مكونجلين وكل شيء. دابا اللي بقى ليا هو الباكاج، انا غنتسنى، عيطت له البارح قال لي غدا نعيط لك، راه باقي ما عيطش. المهم نوجد بعدا هذا الشيء، اون فوا يوصل الباكاج نحيد بعدا الدقيق باش نغربلو ومن بعد ندير ونخلط الصفوف ان شاء الله. وضروري غادي نبارطاجي معكم التحضيرات ديالي ديال رمضان. كما راكم عارفين بان هنا رمضان ماشي بحال في البلاد، فالوليدات الصغار كنزيد نعاود نكررها، الناس ديال الغربه وليداتهم خاصهم ضروري يشوفوا واحد الجو اللي مغاير للاجواء العاديه. فانا اش كندير اجواء في الصالون، يعني كنبدل لهم ديجا البلاصه الاولى فين كياكلوا، وثاني حاجه كنبدل الديكور اللي في الصالون باش كيبقى داك الشيء راسخ في الدماغ ديالهم. والحمد لله جاسم يعني كبر على داك الشيء مني كان صغير، دابا ولا عنده عادي، ولا عارف ان رمضان ملي كيبداو الاضواء كيبدا رمضان راه صافي رمضان، واش غديري هادي، واش غادي ديري ديكور هنا ولا هنا. باغ كونط ايناس باقا صغيره، ف يعني غدا كتعلم. زائد الكالندري ديال رمضان كنزيد نعاود نقولها دائما، هنايا في الغربه يعني الناس هنايا القور كيديروا في اخر السنه كيديروا الكالندري ديال رمضان اللي هي الشوكولا، يعني كل نهار من نهار واحد في شهر 12 هما كياكلوا في الشوكولا يوميا يوميا يوميا، حيت داك الكالندري مكتوبه فيها رقم 1 رقم 2 رقم 3 حتى النهار 26. فنهار 26 هو اللي كيكون النهار الكبير عندهم، اللي هما كيجيبوا الكادو ديال النوال، ماشي الكادو ديال راس العام. كنقول الكادو ديال النوال هو الكادو ديال كريسماس، هو الكادو اللي كيجي فيه بابا نوال، اللي كيقولوا ليه بابا نوال. كيحطوه ليهم نهار 26 نهار 27 واقيلا الصباح، كيحطوا لهم كادويات في الصباح على راسهم، كيقول لهم هذا الكادو ديال بابا نوال على جابهم في الليل، يعني يوميا كياكلوا الشوكولات. نهار 26 في الليل كيحطوا لهم كادويات في الليل، يعني الصباح كيلقاو الكادويات ديالهم وكيحطوهم يا اما تحت ديك الشجره، فهاديك كيتسمى الكالندريه ديال النوال. فانا اش كندير المبدا ديال هذيك القضيه، وكندير كالندريه ديال رمضان. فالكالندريه ديال رمضان مخالفه، يعني ما فيهاش، يعني تقدر يعني شي وحده عجبتها الفكره تقدري تحطي الفانيت الشوكولات، تحطي اي حاجه. مي انا كنفضل انني نحط اسئله، او انني نحط صور او ايات قرانيه، ان ولدي يبقى يحل الرقم 1 داك النهار عنده ديك الآية أولا داك الصورة. المهم الصور ما يمكنش، مي أنا في الأول كنت بديت معاه بجمل، يعني آيات يحفظهم الغد ليه، إلا حفظها قبل الأذان فعنده الحق ياخذ الكادو ديالو. والكادو ديالو عبارة عن لعبة على قد الجيب، ملي كنقولش اللعبة يعني تكون ب20 ولا 40 4000 ولا 6000. انا كنت كنعطيه دي كادو يعني على حسب السن ديالو فاش كان صغير، كل نهار كنحط ليه كادو اللي هو عباره على لعبه صغيره يعني ماشي شي حاجه. مره كنحط له بونبون، مره كنحط له شوكولات، مره كنحط له لعبه، مره كنحط له شي حاجه انا رسمتها. يعني كل نهار كتكون مفاجاه بالحق الا حفظ ديك الايه او لا لحظه. المهم العام الاول كنت درت له الايات، العام الثاني درت له هذا الاحاديث، دابا العام الثالث كنت درت له الادعيه. هاد العام غندير له الايات، يعني الدري كبر يعني ساهل باش يحفظ الايات القرانيه. كما قلت لكم يعني النهار الاول كياخد يحل القبيطه الاولى، النهار الثاني القبيطه الثالثه، النهار الثالث وغدا 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 حتى كتوصل النهار الاخير وهو فان رمضان، يعني غادي يولي العيد. والعيد راه هو النهار الكبير، عيدنا كاملين. كاين اللي كيقول لي ديري لي الكادو الكبير، وهو ما دايرش ديك الفكره، بالعكس فرحان حتى بدوك الكادويات الصغيورين، يعني ما كيتسناش العيد الكبير. العيد دايراه بحال عادي، كيلبس له لبس جديد، فرحان داك النهار، عنده يدير ما بغا داك النهار، يعني ما غاديش نحكر عليه يدير شي حاجه. باغ كونط دابا ايناس يعني
5 سنين صعيب عليا الحال أنني نعلّمها يعني مع الصيام مع الآيات القرآنية مع جاسيم، يعني صعيب باش نحفّظها، فهي كتحفظ مع جاسيم. إلا حفظت مع جاسم واخا شي شوية حتى هي راه كتعرف الفاتحة وهذاك حتى هي غادي ندير معاها واحد لو جيست باش تبقى عاقلة عليهم ونرسخوا ليها في دماغها حتى هما. قبل ما نبدا بالديكورات ضروري كان ضروري نجمعوا الصالون ونقيوه ونقادو داكشي باش يبان داكشي غزال. المهم كما شفتوا راني نقيتو فوالا ديجا مجفف وتا الطابيه راجلي راه صبنها لا هي ولا ديال البيت الاخر الحمد لله كلشي لقيتو نقي دوز بالجفاف وكلشي يعني قال لي انا عارفك غتجي مع رمضان مقاده ما غاديش زعما تضربي سماره حتى الليل. المهم هادو هما الساشيه جبدتها فيها كاع الديكورات اللي غادي نحطهم ديال رمضان. هادو خاصني نعمرهم بالحجر باش يبقاو يضويو. وهاد الهلال هو فقط ديكور باش تحطي لي بونبو ولا تحطي لي شوكولا مي انا كنحطو نحلو على جوج كنحطو ديكور. وهذا الاضواء انا دابا غنركبهم معاكم وغادي تشوفوا في الاخر كيفاش جات الديكور. باش نركب هذيك الطابيه ديال رمضان مبارك. ضروري خاصني لي بونيز اللي هما البينيس كنقولوا لهم حنا هما راه سميتهم لي بونيز. خديتهم عند راجلي قلت له هذا اللي ملصق اللي جايباهم معاهم ما عجبتنيش ستين ديالهم باش نلصقهم فلصقتهم كما كتشوفوا هكا. وليداتي كينقزوا كوش دغوات فرحانين الحمد لله. الله يدخلوا علينا بالصحه والسلامه. هنا دابا غادي نلصق الاضواء كان واخد وقت مني باش نقاد داك الاضواء حيت كاين الطويل وكاين القصير وخاص ضروري ننظمهم يعني القصير خاصو يكون نفس النيفو الكبير خاصو نفس النيفو خدا ليا وقت كبير حتى استعنت براجلي حتى هو قلت له اجي شوف معايا هذا العجب وبقينا حتى قادينها في الاخر. وها نتوما غادي تشوفوا الديكور والبنات اللي عجبتها الفكره ما تنسانيش في اللايكات ودير لي اشتراك الا مازال ما اشتركتش في القناه باش تطلع القناه ديالي عند بنت اخرى او صاحبتها وتشجعني بطبيعه الحال. دابا ما بقى ليا غير نمشي نكتب الايات في الاوراق ومن بعد نصور عليكم في فيديو واحد اخر ان شاء الله باش تشوفوا كيفاش كيكون الديكور سورتو البنات الجداد اللي في القناه اللي معمرهم ما شافوا هذا البلان. انا نبارطاجي معكم في الفيديو القادم ان شاء الله. ونمشي نكمل هذا الصفوف ديالي توجد ديال الزنجلان واللوز نطحنهم حتى هما ونوجدهم ان شاء الله. وهانتوما معايا نتمنى انه هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم بطبيعه الحال البنات. اللي عندها شي اقتراح ولا عندها شي ملاحظه مرحبا والف مرحبا. المهم كما قلت لكم لا ماشين يعني العشوار اللي انا استعملت يعني شي حاجه بسيطه والحمد لله ما خسرتش ليا المهم تبعتها بالعين. المهم هي كما كتشوفوا خديتها ب 10 اورو ماشي شي حاجه غاليه ويعني كتقولي ها هي غادي تحبس هي غتحبس ولكن الحمد لله ما حشمتنيش. طحنت لي الزجلان وطحنت لي اللوز والحمد لله داز داكشي مخير. دابا ما بقى لي غير دقيق نتسنى حتى يعيط ليا باش نهبط نجيب الباكاج ديالي ونطحن وهذا ونغربلو حتى هو وصافي ما يبقى لي غير المواد السائله اللي خصني نوجدها بحال الزبده ندوبها والعسل وصافي حتى ندير السكر كلاصي ما غاديش ندير بزاف. سكر كلاصي غنزيد رابعه والعسل غنزيد شي كويس بحال هكا باش ما يجيش حلو بزاف. وهادشي ما كان ضروري مره ما نقلبو حيت كتوقف ديك لاباط ديال الزنجلان كتوقف في الجناب ضروري ما نهبطها شاك فوا. المهم راكم عارفين نتوما الشغل. هنا حاولت نختصر كما كتشوفوا يعني حاولت نختصر يعني طحنت جميع الزنجلان. غادي ندوز اللوز هاد المره اللوز ما غنديروش في الفران غادي نقليه كما العاده ما تقولوا لي لا صحي لا مولا بك. العام اللي فات كنت درتو في هذا في الفران ما عجبنيش لوغو اختي لوغو انا المهم وعندي هو لوغو. الصحه راه حنا كنتقادوا معاه بجويه اخرين ما يسلو ما نتفاكش معاه. اصلا اللوز كنشريه مقشر يعني ما غادي كاين لا سلق ونقي لا والو كنشريه مقشر. هنا غنديرو في الزيت بارد صافي نخشي اللوز في الزيت يعني نغمسها ونخليها تتقلى نخليها تحمر شي شويه كما راكم عارفين. ان راه انا كنتعلم راه كل عام وخا هذا هو العام الرابع واقيلا انا كندير سلو ولكن دائما باقي عندي ديك التخوف ان راه ما غاديش يجي هو هذاك ولكن الحمد لله دائما ربي ما كيحشمنيش. كنلقى الامور مسهله الحمد لله.
البنات هاللوز كيفاش صدق ليا كمية دم يعني شفتوا الماكينة. المهم قضيت الغرض والحمد لله. دابا انا وجدت السوائل غنحطهم على جنب. المهم قبل ما نقول لكم تهلاو في راسكم ورمضان مبارك سعيد، انا نوريكم بعد المشتريات اللي جبت معايا حيت كنسى. هادو جبت البطبوط ديال التعمار، جبت لاباط دو بيتزا. باقي ما بقاش عندي الساشيات باش نديرهم فيها. دابا حطيت هذيك على جنب بعدا تندير نصيفط راجلي يجيب لي الساشيات. وهادو لي باط دو بيتزا الصغيورين زائد لي نيمس راني ديجا كما قلت لكم جبتهم ديريكت للثلاجه. ايوا المهم هادو اللي بقاو عندي تستفتهم دابا في الساشي عاد حطيتهم. ونقول لكم دابا تهلاو براسكم ويدخل عليكم هاد الشهر بالصحه والسلامه ان شاء الله وباللي تمناو. وبسلام عليكم.